السلام عليكم شعب الخضراء. من بعد المباراة ديال الرجاء الرياضي واتحاد توارقة اللي سالات بالتعادل 1-1. الرجاء كانوا داخلين المباراة بالتشكيل التالي: الحراسة مهدي الحرار، في الدفاع مقدم خفيفي بولكسود الخماس، وسط الميدان شريبي مكعازي بوغرين، الجبهة الأمامية الضحاك شرارة وماتياس. الرجاء كانوا داخلين بعزيمة كبيرة باش انهم يحققوا الانتصار، باش انهم يجيبوا 3 نقاط من مدينة الرباط لحساب اتحاد تورقة. الربع ساعة الأولى من المباراة فريق الرجاء ضاغطين بشكل كبير على دفاعات اتحاد تورقة، واستطاعوا أنهم يخلقوا 3 ديال الفرص: فرصتين ديال المهاجم ماتياس بضربة رأسية، وفرصة ديال الظهير الأيسر الخماس. الرجاء فاش كانوا قراب للتسجيل فكيجي خطأ فادح ديال الظهير الأيمن محمد بولكسوت كيتسبب في الطرد ديالو في الشوط الأول من المباراة. كنظن انه المكتب المسير خاصو يهضر مع اللاعبين في هاد النوعيه ديال الاخطاء، باش انك تجي في هجمه ديال الفريق ديالك اللي ممكن تسجل وعندك حلول كثيره، وكتقرر انك تحتفظ بالكره بشكل كثير وبشكل عشوائي، وكتسبب في الطرد ديالك وكتخلي صحابك يكملوا المباراة بنقص عددي. في الاصل المباراة كانت صعيبة بزاف، حيت الفريق التواركي راجع ليك اللور، يعني صعيب انك تسجل، وزدتي صعبتيها ملي تسببتي في الطرد وخليت صحابك بنقص عددي في المباراة. في الشوط الثاني المدرب ديال الرجاء كيقرر انه يخرج الشريبي ويخرج شرارة باش انه يدخل الظهير في بلاصة بوركسوت اللي هو بعدي، ويدخل ايمن برقوق في وسط الميدان. من بعد 7 دقائق ولا 6 دقائق من بداية الشوط الثاني كيجي الهدف ديال اتحاد توارقة، اللي كيبدا الخطأ ديالو من بوغري اللي عاطي تمريرة خاطئة وتمريرة قصيرة كتسبب في الهجمة المرتدة ديال اتحاد توارقة. يعني الكرة كتلعب طويلة من وسط الميدان وكتجي عند بعدي الظهير الأيمن، باش انه لاعب لعب في حسن يتقادير، لعب في نهضة بركان، دابا كيلعب في الرجاء، فرخصك تعرف كيفاش تبعد الكرة وانت جاي عند الكرة وانت ضربها براسك، ما عرفتي عطيها للمهاجم، ما عرفتي عطيها للمدافع، وكتسبب في هدف. يعني شفنا بعدي انه الموسم الماضي ما دار والو، هاد الموسم في مباريات ودية ما داير والو، يعني اسهل ظاهر ممكن انك تراو ممكن انك تكروشيه هو بعدي. فما عرفش الصراحة بعدي اش باقي كيدير في الرجاء. ابريغو ما شفناش، ما لعبش بزاف ولكن مشى، ودابا بعدي شفناه انه ما كيقدم والو، وبشهادة المدرب انه قال فاش دخل بعدي تسجل علينا الهدف. يعني رسالة واضحة للمكتب المسير انه عندك بوركسوت فعلا، ولكن خاصك ظاهر ايمن يكون بديل ديال بوركسوت، ولما لا المنافس ديالو، باش حتى بوركسوت يحس شويه بالمسؤوليه ويعرف انه باش تكون اساسي في الرجاء راه صعيب. خاصك تجيب لي ظهير ايمن يتنافس معاه في ذاك المركز. الهدف ديال الرجاء اكيد كان من بعد يعني حوار بين خفيفي وماتياس، وماشي اول مره الرجاء كتسجل بهذه الطريقه، يعني الكره من خفيفي للمهاجم كتسجل. داروها الرجاء بزاف ما في الموسم الذهبي مع زيمباور، ودابا عاوتاني كدار. وحتى المهاجم ماتياس يعني الطريقه باش سجل كتبين انه مهاجم كيعرف الشبكه، مهاجم كيعرف كيفاش يسجل، يعني من زاويه صعيبه انك تسجل. واللي عجبني في ماتياس اكثر هو انه مهاجم كيلعب في كره، يعني كيلعب كره مزيان برجلو، ما كيتسناكش انك تسونطري ليه في الكاري ولا تجيبها ليه حتى الكاري. فراه تفرجنا فيه البارح كيرجع حتى للدفاع، كيدافع مع الفرقه وكيمشي كيستقبل الكره في الهجوم. يعني ان شاء الله ماتياس غينجح في الرجاء ان شاء الله. وشرارة بان في الشوط الاول يعني ماشي شي حاجه كبيره وماشي ضعيف، عاوتاني خاصو غير ينقص منه الانانيه بزاف، وان شاء الله حتى هو يقدم اضافه. اما الظهير الايسر الخماس فكنظن انه عاود
بشكل كبير عوض بن العمري، يعني نفس الستيل تقريبا، كيعاون هجوميا. دفاعيا ما شفناش انه اتحاد التوارقة البارحة لعبات على الجهة ديالو، لعبوا بزاف على الجهة فاش خرج بولكسوت. يعني الرجاء دابا 8 ديال المباريات 16 نقطة من بعد 4 ديال النقاط على المتصدر. يعني باش انك تنافس على اللقب ولا على الاقل على الرتبة الثانية ما خصكش تضيع النقاط، وخصوصا مع الاندية المتوسطة كاتحاد التوارقة زمامرة. يعني الاندية اللي ما كتنافسش على اللقب فخصك انك تحقق 3 نقاط ضروري، سواء خارج الميدان سواء داخل الميدان. الرجاء خاصين هاد اللعابة، خاصين هاد اللعابة. الرجاء خاصها كاسور ضروري، حيت برقوق ما كيلعبش كاسور، كيلعب 8. خاص كاسور، الا لقيتي كاسور انه يلعب رسمي وشرايبي احتياطي مزيان، ما لقيتيش خاصك تجيب كاسور. كاسور ضروري انك تجيب، حيت دابا القدام تلعب 3 المباريات ولا مباراتين في السيمانه، يعني صعيب انك تسيرها ب 13 لاعب ولا 14 لاعب. الرجاء خاصها ظهير ايمن، خاصها بديل ديال بوركسوت، خاص بديل ديال الخماس، حيت في اي لحظه ممكن لاعب يتطرد ليك، ممكن لاعب يتصاب، ممكن اي حاجه. فشفنا انه تطرد بولكسوت دخل بعد، يعني بعد ما عنده ما يقدم على الرجاء، بعد ما عنده ما يزيد في الرجاء. كنتمنى انه في هذا 5 ايام ولا 6 ايام اللي بقات في الميركاتو نسمعوا انه بعد يفسخ العقد ديالو مع الرجاء، حيت اصلا حنا عندنا غير اداره كتعرف غير تفسخ ما كتبيعش. ف عندك النجاري خاصك تبيعو وفسختي معاه، عندك ابريكو خاصك تبيعو وفسختي معاه، موزيس نقولوا حتى واحد ما يقبل عليه. بعد دابا خاصك تفسخ معاه وتجيب ظهير ايمن وظهير ايسر يكونوا البدلاء ديال بولكسوت وديال الخماس. ووسط الميدان راه ضروري خاصك كاسور، بوغرين، بولكسوت. واش هادو هما اللاعبين؟ واش هادو هما اللي كنشوفو مع المنتخب المحلي؟ اكيد لا، اكيد ماشي هما. علاش؟ واش الكاليتي ديال اللاعبين ديال المنتخب المحلي ماشي هي الكاليتي ديال اللاعبين ديال الرجاء؟ ممكن، ولكن واش المجهود الفردي اللي كيدير اللاعب بولكسوت وبوغرين مع المنتخب الوطني هو اللي كيدير مع الرجاء؟ لا، ماشي هو نفس المجهود الفردي. فكنتمناو اللاعبين انهم يترجلوا، كنتمناو حتى من الرئيس انه يهضر مع اللاعبين. فشفنا كيفاش بودريقة يعني في اول الموسم فاش انتخب رئيس الفريق كيفاش هضر مع اللاعبين، كيفاش نبه اللاعبين، وشفنا اللاعبين كيفاش كل شيء كان منضبط بشكل كبير. فكنظن زياد خاصو يهضر مع اللاعبين. وانا كرجاوي راه ما يمكنش يعني العام الجاي ما نشوفش فرقتي في المشاركات القاريه، ولا ما نشوفش فرقتي ما ديش شي لقب. راه حشومه عيب وعار انك تلعب على بطوله وكاس العرش فقط وما تدي حتى وحده فيهم، حشومه. على الاقل خاصك تجيب الرتبه الثانيه في البطوله، على الاقل خاصك تشارك في الشامبيونز ليغ. حنا عارفين انه 2029 عفوا كاين كاس العالم الانديه ممكن في المغرب، فراه خاصك انك تشارك. وباش تشارك خاصك تدي دوري ابطال، ولا على الاقل خاصك تدي البطوله في هاد العامين. فكنتمنوا ان شاء الله انه اللاعبين يديروا نفس شويه ويعرفوا باللي داك التوني اللي هازين فوق كتافهم راه هزوه لاعبين كبار. راه التوني اللي هزو يعني الزروالي في الظهير الايسر، والحمري في الظهير الايمن، بزاف اللاعبين، جريندو في الدفاع، عبوب، مستودع، طاير، الراقي، متولي، حافظي، الصالحي. راه كنظن انك خاصك تقاتل باش انك تكون رسمي في الرجاء. رسمية في الرجاء صعيبة. الرئيس ديال الرجاء خاصو يعرف واحد الحاجة، راه الجمهور ما غيعقلش عليك
الاخر العام الا شيطتي 20 مليار وما جبتيش حتى لقب، ما يعقلش عليك الجمهور الا جيتي في الرتبه 4 ولا 5 في نهايه الموسم وانت وفرتي الفلوس. الجمهور ما كيعترفش بالفلوس، الجمهور باغي القاب. جيب لي القاب وما توفرش الفلوس غنصفق ليك، ولكن تخرج ليا بموسم صفري وتشيط ليا 20 مليار في العام، راه غنوض عليك السطح، كون اكيد. حيت كرة القدم كتعترف بالالقاب ماشي بالفلوس. الفلوس خاصك ديرهم في الشركة، اما فريق كرة القدم فخاصك دير القاب. كنتمنى ان شاء الله نشوفوا رجاء اللي تفرحنا من المباراة الجاية امام الزمامرة في طنور. كنتمنى ولا الاداء يكون مختلف ولاعبين يدخلوا عازمين انهم يجيبوا 3 نقاط، وعازمين انه يكونوا هاد المباريات اللي باقي لا في كاس العرش لا في البطولة يكونوا نهائيات، باش انك تجيب بطولة ولا على الاقل الرتبة الثانية. فراه الصراحة صعيب بزاف الجمهور ديال الرجاء انه يتقبل شي حاجة اخرى من غير اللقب ولا الرتبة الثانية. كنتمنى ان شاء الله الخير وديما الرجاء. تهلا.